المزاريطة ولعت ودوار الكبير بقى رماد. يا ترى الممثلين كانوا في وقت الحريقة؟ وهل فعلا الحريقة دي كانت بفعل فاعل وفي حد عاوز يأذي أحمد مكي السنة دي؟ وإيه علاقة أشرف عبد الباقي بالحريقة؟ تابع معانا للآخر وانت هتعرف. الأيام دي بيصور أحمد مكي مسلسله الكبير قوي الجزء الثامن، والتصوير بيكون في المزاريطة في منطقة المنصورية التابعة للقناطر في محافظة الجيزة. وخلال التصوير اتفاجئ الممثلين بحريقة كبيرة في دوار العمدة الكبير قوي، والحريقة كانت أضخم من المتوقع، بلعت البيت كله وبقى رماد. على طول فريق عمل المسلسل كلم النجدة، وبعد فترة صغيرة وصلت 6 عربيات مطافي قدروا يسيطروا على الحريقة وفرضوا كردون أمني لمحاصرة الحريقة ومنع امتداده للمناطق المجاورة في لوكيشن تصوير مسلسل الكبير قوي. ووصل مدير أمن الجيزة بنفسه لمكان الواقعة علشان يتابع أعمال السيطرة على الحريق. لكن هل الحريقة دي نتج عنها أي وفيات أو إصابات؟ خليني أطمنك وأقولك إنه لأ، كل الممثلين وفريق عمل المسلسل كانوا بيصوروا مشاهد في القهوة اللي جنب دوار العمدة، وأول ما شافوا الحريقة أخلوا لوكيشن التصوير واتصلوا بالنجدة بسرعة. فريق عمل المسلسل كله أكد إنه ما يعرفش سبب اندلاع الحريق، لأنهم كلهم كانوا بيصوروا المشهد في القهوة ويتفاجئوا بإن دوار العمدة بيتحرق، ولحد دلوقتي مش عارفين الديكور ده هيتبني تاني ازاي وامتى، وهيرجعوا يصوروا باقي المشاهد المسلسل قبل رمضان اللي باقي عليه اقل من اسبوعين. بدأت الناس على السوشيال ميديا تقول ان حريق دوار العمدة ده ممكن يكون بفعل فاعل وهدفه تعطيل تصوير المسلسل ويبوظ الديكور اللي الجمهور حافظه من الجزء الأول. لكن تفتكروا مين ممكن يعمل كده في أحمد مكي؟ توقعوا معانا في التعليقات. وحاليا الأجهزة الأمنية بتحقق في الواقعة علشان يعرفوا هل فعلا سبب الحريق ماس كهربائي ولا فعل فاعل زي ما الناس شاكة. أما بقى عن علاقة الفنان أشرف عبد الباقي بالحريقة، فقال في تصريحات صحفية إن المكان اللي بيتصور فيه الكبير قوي هي المزرعة بتاعة أخو مراته، وإن اللي اتحرق ده مجرد ديكور مش خشب، والحمد لله أهم حاجة مفيش إصابات. وطلع الفنان محمد سلام وطمن الجمهور عليه وعلى كل صناع العمل، وقال إن اللي حصل فزعهم كلهم، لكن الحمد لله مفيش حد اتصاب وكلهم كويسين. وقال الديكور بس اللي اتحرق، وطبعا الحمد لله إنها جات على قد كده، وبنشكر ربنا إن كلنا بخير ومفيش حد اتعرض لأي إصابات. وكمان طمنت الفنانة إيناس مكي الجمهور على أخوها أحمد مكي، وقالت إنه كويس وما تعرضش لأي إصابات، وخلال الأيام اللي جاية هيرجع فريق عمل مسلسل الكبير الجزء الثامن يكملوا تصوير، اللي بيشارك فيه جنب الفنان أحمد مكي محمد سلام ورحمة أحمد ومصطفى غريب وهشام إسماعيل وحسين حجاج. وهنشوف في الجزء ده عدد كبير من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.